الفقرة القادمة يعني منظر الحقيقة يعني أذهلني. المنظر ده جبل في إيطاليا، جبل الناس ساكنة فوقه وفي بيوت وحواليه بيوت ومزارع. الجبل ده اتحرك، فالناس متصورة إنها شوية صخور وخلاص زي ما احنا متعودين، يعني ينزل انهيار صخري، يقع شوية صخور، شوية رمل وخلاص. لكن المرة دي الناس اكتشفوا إن الجبل بحاله هو اللي بيمشي. الجبل بحاله بما عليه وما حوله بدأ يمشي ويمشي وينهار ويمشي كده قدام الناس. طبعا ده منظر برضه لازم نشوفه علشان نعتبر وناخد عبرة بيننا وبين نفسنا إن مفيش حاجة ثابتة في هذه الحياة، كل حاجة ممكن تتغير، وبين لحظة وأخرى يغير الله عز وجل من شان إلى شان. تعالوا نشوف الفقرة اللي جاية. مفيش حاجة ثابتة ولا باقي إلا وجه الله. تعالوا اتفضلوا معي. شوفوا ادي الجبل، الجبل بيمشي. طبعا اللي واقفين دول بيبصوا للجبل على انه اللي هم واقفين عليه ثابت. شوفوا واقفين هادين شويه وهيلاقوا بقيه الجبل بيمشي اتجاههم. دول بينقذوا ايه؟ ده مساكين الناس اللي واقفه. جبل بيتحرك. يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك، من ترابها والترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره. الجبل بيمشي ماشي مروح رايح فين محدش عارف. سبحان الله، سيره الذي ثبته سبحانه وتعالى. والناس بتجري بتهرب. سبحان الله العظيم. شوفوا سيبكم على الفقرة. فيها ممالك إلا وجهه كل هالك، من ترابها والترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوره طال ظهوره. جايبين عالدنيا حالك، جاي ليل عالدنيا ضلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحاك. يا مكان فيها وياما، من هنا اليوم القيامة، الممالك والمهالك مالية دنيا ومالك. إلا وجهه كله هالك.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والله الواحد مشفق على نفسه وعلى كل من نهايته أنه يزول. الواحد في يوم من الأيام هتنتهي حياته، ولما هتنتهي حياته مع الناس هتبدأ حياته مع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.